راني واحد موافق عليه، هو اللي حاكم مطار الجزائر حاليا، هذاك هو اللي خاصو يشد مكاتب. شتي هذاك ادريس، راه نقول له مول شعر ادريس الصفر، مول شعر الصفر. لا ادري لا هذاك المديوري ولا شتي. دابا انت قلتي وهو اللي حتى الولايه راه الخامسه هو غادي اللي تبيع قال لهم المغرب. الجمله سمير، هو اللي قال لهم الجمله، قال لهم غادي يجي وقت اللي تشوف الشعر الصفر جاي للجزائر يقلب على خدمه. هكاك. دابا سيدي قلتي حتى الولايه الخامسه عاد غيوليو تابعين لينا ياك. واش تي هذا اللي قال برافوت اسيدي، ماشي الولايه الاولى، العام الاول. العام الاول قول هادشي كامل. واحد قال لي علاش تهضر بالتكرغاليت، هذيك راها طريقه وكنقولها بزاف ديال المغاربه في لي لايف ومع ذلك يتعمدون. علاه تهضر بالجزائريه؟ انا حبا في الجزائريه ولا بهذا المرض هذا، راني نكرههم كاع ونكرههم هما خلقا. الي روتور شكرا سيدي، تبرى راسي ادريس، دير داكشي اللي قال لك. فهم صاحبي، هذيك طريقه استهداف نقولوها لك، نزيدوا حتى نشرحوها لك. خصك تفهم في الادبيات الحوار وفي اللونكاج وفي هذا لازمك توعى يا صاحبي. ما عندنا حتى علاقه اودي خليونا ساكتين احسن. المهم يا خويا بنادم كيبغي ينظر عليك بحال الا ما نعرفهاش. سي دريس، المهم دير لي في راسك كفور. الكراغ لا يعرفوا شنو كيتسناهم اصاحبي وعلاش داخلين. قسما بالله العظيم الا داخلين على واحد الكارثه من اوسع ابوابها. شي هاد الازمه هذه اللي ضربات مصر راها جايه لهم بحال تسونامي، فهمتي، بحال الموجه، بحال ديال التسونامي. واش عرفتوا دابا؟ تخيلوا الدول ديال الشرق الاوسط تعاني، بدات كتعاني من نقص كبير جدا في سميتو الادويه ومواد الغذائيه. تخيلوا هذا الشرق الاوسط اللي عندهم الملاير، انت عندك غير 2 قطرات ديال الغاز وكتقول انا واعر وغنستافد وكذا. السعوديه راه 10 مليون برميل. قسما بالله الى سعودي السيمانه اللي فات قال لي والله العظيم الا داخل على واحد الازمه كبيره جدا. الاسمده ما بقاوش كيوصلونا حنا الاسمده. علاش؟ لان المغرب المورد الاساسي ديال الاسمده ما عندوش لامونياك. قال لك المواد الادويه ولات عندنا شح في المارشي، المواد الغذائيه، المواد الاساسيه قال لك عندنا مشاكل كبيره جدا. وكرغولي يقول لك ما عنديش مشكل. ما عندكش مشكل دابا. سي سمير اسمح لي مادامك جبتي هذه النقطه وقعت هذه على المقاطعه. الى جينا نهضروا على الغاز ابار العقود يعني الاجله وحتى على لي كونطرا اللي مسينين، حنا الى جينا نشوفوا على مستوى المحروقات ديال الدوله الجزائريه راك اكثر من 75% ديال الغاز المصدر عندك معاه عقود طويله المدى. هذه النقطه الاولى. يعني جي ان ال او المسال اللي ممكن انك تهزو في ناقلات وتبيعه راه ما كيديباسيش 15%. وبالتالي نسبه الارباح هذه اللي راك غتربحها انت في هاد العقود هذه ولا في هاد البيع ديال جينال، اسكو السؤال اللي منطقي ولازم الجزائري يطرحوا على راسه، الا راك انت 70% ديال المواد تستوردها من الخارج، اسكو هاد الربح اللي غتربحه انت في هاد 15% غادي يعوض سلاسل التوريد والتامين والترونسبور والنقل والشحن وهذا الروينه هذه كامله. حنا الا جينا نشوفوا على مستوى الغاز اللي تزاد فيه راه تزاد ترونسبور والتامين ديالو هو اللي خدا يعني الجانب الكبير فيها. يعني انت اسكو الدوله هادشي اللي غتربحو غتعوض به لامبورطاسيون ديالك ولي فري سيبليمونتير عليه؟ هذا هو المنطق لازمك تفهم انت من هذا المنطق. الا كنت انت ما غادي تستورد والو وعلى مستوى الامن الغذائي راك تحقق كل الاشياء وراك ما كتعتمدش على الخارج، نقولوا دي سي بيان غادي يكون عندك البينيفيس. لكن انت راك تعتمد على كل شيء من برا، وبالتالي هاد لامبورطاسيون زيد الشيبمنت وهاد الامور هذه كلها غادي يكونوا عندها دي فري سيبليمونتير. منين غادي تجيب الفلوس انت ديال هاد لي فري؟ وهاد الفلوس اللي غتربح يسكو يعوضوا لك انت هاد الامور هذا السؤال ما قدروش يجاوبوني عليه، لانه ما تفكرهاش. سي فري كو الارتدادات ديال هاد الازمه غادي تطول، ما سي با تمشي لواحد 6 موا وكثر، لانه المساله فيها كما نقولوا اصول وبورصه وروينه وزيد فيها مساله سيوله وزيد امور اخرى. لكن الحمد لله. وانا ما عرفش سي سمير واش سمعتي الخطاب ديال السي الجواهري اللي ما شاء الله عليه صراحه يؤكد مرة أخرى على كمية الانضباط وعلى الطريقة السلسة في إطار الحوار. ترجع دوا على الميزانية ودوا على لي سيفونسيون وعلى البوطة اللي سيفونسيون وعلى المحروقات، ولكن هذا الشيء هذا فهمتي على المدى القصير راه لا مشات تطورات
الدوله ما تقدرش سيفونسيوني السي ادريس. راه هو قال لك عنده لا لين دو كريدي مع لي فيمي. شوف طلبوا لين دو كريدي لمواجهه الازمه، ولكن واش غيطلب لك شحال 4 المليار 5 المليار؟ راه ما تنساش انا في كورونا في عام واحد راه نقصات لك الفاتوره الطاقيه كورونا اللي اسعار المحروقات ارتفعت في عام واحد طلعت من 6 حتى ل 11 12 مليار. ولكن سي دابا سمير لا بلاتي نمشي معاك وحده وحده. دابا انت كدوي على مستوى المحروقات كان فيها الشح، انت راك كتعاني في 20% في واحد المنطقه. نورمالمون سلاسل التوريد ديالنا حنا لو بري راه طلع غير كيما نقولوا حنا لو بري مونديال، يعني العوده ديال هادو بلوس لو كونترا اللي عندنا حنايا سواء مع الرواس سواء مع امريكان سواء مع يعني دول اخرى غير الدول العربيه راهي كبيره ابارامون. ما نشروش حنا كونتيتي كبيره على نعم. شوف حنا كنشريو من عند روسيا بالكاب برايس، لان العقوبات اللي على روسيا ماشي ان ما تبيعش، ان تبيع ولكن تبيع باقل من الثمن ديال المارشي. صحيح. المغرب استافد من هذه، ولكن دابا راه كندويو على واحد لانفلاسيون مونديال جينيرال. راه خص تعرف ان المارشي راه فيها دي ميرسيونير، راه ملي كيطلع الثمن نقصات 20% ديال الامداد العالمي بطبيعه الحال غادي يطلع الثمن ديالها. وملي غيطلع الثمن راه ماشي بالضروره غادي يطلع الثمن غير في الدول اللي عندها مشكل، راه الدول اللي ما عندهاش مشكل حتى هي غادي تزيد الثمن. صحيح خويا سمير. لا اخ ادريس وسمير هو غير خويا برابوت الا سمحتي برابوت حق الله الاخوان شويه تكباس راه جاني تقييد. الله يجازيكم بالخير، كبسونا غير شويه. تفضل اخويا برابوت اسمح لي. مشكور ما عندك مشكل اخويا. قلت لك اخويا ادريس والاخ سمير هو النظام العالمي سيتغير. هذه الحرب طالت ولا ما طالت سيتغير جميع الاصعده. نبداو من المجال الاقتصادي اللي تفهموا فيه انتم اكثر. ستتأطر الدول على جميع الميادين، ولكن اللي هو غادي يخرج بسلام من لديه بعض الكفاية الذاتية في بعض الأمور. أنت تكلمت عن الجزائر مثلا، حتى المغرب سيتأطر ولكن بأقل من بعض الدول. التجارة الملاحة التجارية ولا التجارة بصفة عامة، حتى الدول المصدرة لا تفرض شروط. كل هذه الدول القوية حاليا ستستفيد من هذه الحرب. سيتغير المنظور والنظام الدولي بجميع الطرق، سواء طالت سواء ما طالت، وهو نتمنى لا تطول لأن عواقبها ستكون كبيرة. أنت كتظن دروك الأستاذ إدريس من يعول على الاستيرادات من الصين والهند مثلا؟ تكلمت عن الأدوية، الهند تصدر للعالم بأسره. دولة كالجزائر اللي هي تستورد كل شيء، الطعام والدواء وكل ما لديك مستورد خارجيا، كيف قلت ما هي الواردات التي ستغطي وما هي القوى يعني العلاقات اللي عندها مع دول وازنة لتغطية هذه الحاجيات؟ انت عندك مع الاقتصاد في دنا اخي ادريس او الاخ سمير؟ شوف هو التاثير سيكون كبير حتى على المغرب على نسبه النمو وحتى على بزاف ديال الامور وحتى على بزاف ديال القطاعات سيكون تاثير كبير جدا. هذه لا ينكرها اي واحد خصوصا في المساله الاقتصاديه، لان الحسابات وهذا يعني المسائل الجيوسياسيه ولا هذه كتاثر بشكل سلبي. انا قلت بان الارتدادات غادي تستمر لمده حتى ولو انتهت الحرب، لان واحد النقطه اخرى اشاروا لها بعض الخبراء، حتى الهجره ديال السيوله في العالم الان حسب البنك الفيدرالي الامريكي وحتى بعض المنظمات الماليه نشرت بان اكبر هروب للسيوله او لرؤوس الاموال في اسيا كانت منذ كورونا ليومنا هذا. يعني زيد على ذلك الخسائر الكبيره اللي تلقاتها كبريات الشركه الامريكيه بنهايه التداول السنوات في الايامات الاخيره. هناك انهيار بشكل كبير جدا، وبالتالي اعاده الترتيب النظام العالمي المالي نحن داخلين على هذا المستنقع. وبالتالي المغرب على مستوى حسن التدبير للازمه كما قال سي جواري في اخر خطاب، قال باننا نحن ليست هي اول ازمه غيدوز منها المغرب، الفناها ما ولفنا على هذه الازمات هذه ودازت ما صعب منها. هذه امور لازم اننا نتوقعوها. هي ماشي غير في المحروقات بوحدها كما تفضلتوا كاملين، الامور عندها تاثيرات على بزاف القطاعات، وحتى الزياده في الشحن وفي التوريد والتامين ديالها في اطار الترونسبور غادي يطلع بزاف. وبالتالي سنشاهد هل نحن مقبلين على مرحله تضخم عالمي مقبل كما حدث في السنوات الماضيه؟ لست ادري، لكن كما نقولوا
أنا متفائل جدا على أساس أن المغرب سيخرج أقوى من ذلك. الشيء الخطير في الأمر واللي ربما الإخوان كاع والسي سمير يتفق لنا عليه هي الإطالة يعني في الحرب. لما الحرب تولي ضاربة عندك عام ولا ضاربة عندك عام ونص ولا هذه، كيولي الأمر صعب جدا، وحتى على مستوى التسيير الميزاني واللي الأمور يعني كما نقولوا كارثية. أوكي، هذه أمور لا نختلف عليها، لكن أظن بأن هذا الأمر لن يكون في ظل بعد في اخبارك بانه الرئيس الايراني لما خرج في خطاب وقال نحن يعني مستعدين للنزول الى طاوله المفاوضات بشروط ايرانيه، انخفض سعر البرميل تقريبا ب$6 او $7 مباشره بعد الخطاب، وبالتالي سعر البرميل كيبقى رهين بمدى التغيرات السياسيه والتاثير ديالها. وحتى الولايات المتحده ليست بمنأى على هذا الامر. في اخبارك بان مواطنين امريكيين في دي فيديو والله الناس تبكي في الشارع برابوت، الناس تبكي يا صاحبي. انا شفت فيديو امريكانيه قالت كيف يعقل ان وصلنا لدرجه اننا فقط اصبحنا راتبنا لا يكفينا فقط لسد الغازوال والكراء والماكله. امر خطير جدا، ودول اوروبيه اصبحت تعاني. وبالتالي انا يظهر لي، وهذا اختم، يظهر لي بان هذه الازمه هذه لم تكن حتى الصين هي المستهدفه، أو أن الصين خبيثة. أنا كنعترف بأن الصين كانت مستهدفة لأن سلاسل التوريد على مستوى الطاقة، والولايات المتحدة الأمريكية تريد المضايق العالمية أن تصبح بغطاء أمريكي. هذه هي الخطة، لأن التحكم في الملاحة التجارية ومنابع الطاقة والمواد الأولية النادرة أصبحت هي أسس بناء النظام العالمي الجديد. الولايات المتحدة الأمريكية تريد ذلك، وبالتالي حينما نتكلم على حصول الصين على 70% من الطاقة من الخارج وأغلبها من إيران، فمن الطبيعي أنهم يتواجدوا ثم. لكن الخطير في الأمر هو أن الصين استمرت في التوصل بالناقلات رغم الحرب. يعني الآن أصبحنا التأثير لم يعد في الصين بل في أوروبا والدول الإفريقية التي تتأثر بشكل كبير، وحتى الولايات المتحدة الأمريكية نفسها. لكن كما نعرف في الحروب لا يمكن التراجع إلا بتحديد الأهداف المسطرة للحرب. الأهداف المسطرة للحرب هي الخروج باتفاقية تسعى الولايات المتحدة الأمريكية للسيطرة على ذلك المعبر بشروط أمريكية يخضع للرقابة. وبدأنا يوم أمس نشاهد اللقاءات الإيرانية العمانية من أجل تسيير المضيق. إذن ماذا سيحدث هناك؟ هل هذه هي السياسة؟ وما سيحدث حتى بيننا وبين إسبانيا والعديد من المضايق، ثم باب المندب وأمور أخرى. أظن إعادة التحكم وإعادة السيطرة، لأنه شيء أبينا الولايات المتحدة الأمريكية تتخوف من النمو الاقتصادي التي تعيشه الصين، وبالتالي الصينيين تم دياب خدموا على طريق الحرير والتجارة منذ زمان. مشى دونالد ترامب هاجمهم في قناة بنما، جرى عليهم من تما، والآن يريد الحصول على جزر غرينلاند، ليس فقط لعيون تلك الجزيرة ما عنده هي أمن استراتيجي، ولكن حتى على مستوى القوافل والتجارة العالمية من هناك مع دول اسكندناف والقطب، يعني المرور إن شاء الله في السنوات القادمة للتجارة من هناك. إذن إعادة التحكم في المسارات الدولية للتجارة والمعابر والمضايق هذه أصبحت من السياسة الأمريكية، ثم التحكم في المواد الأولية والمواد النادرة اللي تدخل في الصناعة المستقبلية. ضيف إلى ذلك التكنولوجيا. الآن نحن نعاني عالميا في مادة الهيليوم التي تدخل حتى في صناعة الرقاقات. الآن سامسونج نحن كشركة راهي تعاني، الشركة عندنا احنا اخبارك انه بلي كونترا اللي معاهم وحتى لامبورطاسيون ديالنا دو الماتريال راه حابس في العالم كامل. علاش؟ باسكو سامسونج ما عارفاش فين غيوصل المآل ما دامت هي تستورد واحد النسبة كبيرة جدا من مادة الهيليوم من الدول العربية، وخصوصا عبورها عبر مضيق هرمز، وزيد عليها الأسمدة ومادة الأمونيا اللي تدخل في صناعة الأسمدة، وبالتالي أصبحنا نشاهد خصاص كبير في العالم على مستوى الأسمدة. إذن لم يعد الأمر مقتصرا على المحروقات بل على الاقتصاد العالمي بشكل كبير. وأنا أقول بأنهم الآن يستهدفون لرجة كبيرة على الأسواق والبورصات ما دامت هناك هروب كبير لرؤوس أموال إلى الأصول وشراء السندات، لأن هذا هو أصبح يعني الأمان الوحيد للدول
ما دام حتى الذهب اصبح يتهاوى في ظل الصراعات الدوليه. انا استسمح من الاخ صحراوي ومنكم كاملين. سي سمير، الا عندنا شي وقيت من بعد نعاودوا نتلاقاو اليوم في 11 نعستي نعاودوا تشوفوا مره اخرى. نتمنى منك والله اخويا دريس ناخذ 15 ساعه بالله. وانا لا خذ راحتك، خذ راحتك اخي سمير، خذ راحتك. لا نحن غادي واش معايش قلتي العشرة بالتوقيت المغربي ولا معايش؟ ال 11 بالتوقيت المغربي. انا راه كنت داير لايف دابا في تقريبا شي ساعتين، وكان عندي ديبلاسمون للبلاد حبسناه، وقلت اليوم في العشيه راني غنبقى جالس في بوزكوره ندير شي لايف اليوم مع استجباره ومع الدراري نضحكوا شويه، وقلت اذا عندك شي وقيت هكا نتلاقاو ونضحكوا شويه. تحيه للاخ صحراوي، شكرا لكم على المساحه. وخيرت ولدنا الصحه، مرحبا بك وسهلا اخي الكريم. وخيرت وتحيه ومرحبا وسهلا ادريس. والله يطول عمرك، سلم على المستثمر الماليزي، الله يطول عمرك، عرفتك عندك 20 مليار. وشكرا للاخوان الملتحقين بهذه الصفحه، ديروا متابعه الاخ صحراوي وتكبيس، وهذا مدام الاخوان. وسي برابوت غني عن التعريف، هذا الانسان هذا الذي احترمه، وسي سمير غني عن التعريف. يكبر بك خويا ادريس، الله يطول عمرك ويسقم لك الشغل. تحياتي لك خويا ادريس. سمير بعد الاخوان هذا راه كونطو جديد باش تدخلوا عنده. برابوت هذا كونت جديد داك. سمير عنده كونت جديد، الاخوان دخلوا عنده كاملين. انا سمير وما بقيتش كاع نتبعوا في الكونت تاعي. الله يجازيكم بخير. صافي يجي عندنا في العشيه نطلعوا 2500 ونطلعوا الكونت ثاني من. كون حاول على المصطلحات ادريس، حاول على المصطلحات. واش المصطلحات انا مخصص؟ راهم هما يمشوا اللاعب على اليسار ما تمشي المصطلحات يمشوا على اليسار، هما ديالهم يمشوا، هما كيفهموا غير على اليسار، ما كيفهموا على اليمين. طبعا المرات كتستعمل المصطلحات على اليمين. شوف اخطر واحد في استعمال المصطلحات الجزائريه هو الجنرال. الجنرال حط لهم بوست في تويتر واحد النهار، اش قال لهم الجزائر تستورد 70,000 طن مؤخرا، وهي خامس مره تستورد فيها الجزائر في 2025 ومباراه بعد هذه. وقال لهم للزياده في معدل الطحين في الجزائر. والواعره دار ان بوست ياك، ودار فيه الثمن ديال المازوت في المغرب، وحولوا للدولار، لا وحولوا للدينار، ويشدوا منها. قال لي اذا انت تقر بان سعر الدينار الحقيقي هو 300 دينار لدولار، اذا اجي نديروا الحساب ونشوفوا البي بي ديالك شحال. كارثه والله، كارثه. خطا الجنرال، والله الا خطا. الجنرال طلع لي الدم تا هو انسحب من التيك توك هذه الايامات هذه، اتصلت به مي مع الاسف. المهم وقعوا شي حوايج، وهذا نتمنى انه ياخذ فتره هكا استراحه ويعود ان شاء الله. يرجع ان شاء الله. يلا تهلا في راسك اخويا سمير. سي برافو الصحراوي مغربي. تحياتي لك خويا ادريس، وخيرت بكم. مرحبتي بك اخي الكريم في اي وقت، وخيرتي. تعرف السلام عليكم الركوع لغير الله. سي برافو. تعرف ان هذه الازمه هذه، عرفتي الخايف فيها شنو هو انها تقدر تدي لك الريزيرف كامل ديالك، واكثر من ذلك تقدر تدخل انت في ديون بحال هذا الخط الائتماني المرن اللي طلب المغرب دابا من لو فيمي. هذا الخط الائتماني المرن علاش فين بغا يستخدموا المغرب؟ واش استثمارات؟ لا، هذه خدموا في لي سيفونسيون. وتعرف على سيفونسيون ماشي شي استثمار اللي هو عليكم يخلقوا الثروه. عليكم السلام ورحمه الله. والمغرب اش عندها يا صاحبي؟ المملكه نتاع الزوان. سد اللعيبه ديالك تنسالي، الله يجازيك بخير. هاكاك الله شكرا. سمعتي السي برابوس؟ يعني دابا هاد الازمه هذه تقدر تخرج منها ماشي غير فاقد للاحتياط الاستراتيجي ديالك، ولكن اكثر من ذلك هو انك تقدر تخرج بها باستدانه. وهاد الاستدانه هذه كتمشي في الهواء، لان اي زعما سيفونسيون، اي دعم راه بحال كتكب الماء في الرمله. دعم بحال كتكب صحيح اخويا سمير. شوف اخويا سمير، الحرب هذه بجميع يا اما تطول يا ما تقصر غادي يكونوا فيها ناس ضحايا، دول ضحايا، غير هو حسب في جميع انحاء العالم هناك دول ضحايا. هناك ضحايا على الطريقه المباشره، هي اللي كتشوفهم حاليا
لا غالب لهم والله، ما عندهم شيء، حبسوا، ما عندهم لا ريزيرف، ما عندهم حتى القروض عندهم مشكل في القرض. هذو دول ستتهاوى حاليا. ولكن مثلا تتكلمت عن المغرب وهذه، كذلك هناك دول ستعاني. الحاجة الوحيدة اللي هي تغير من الموضوع يا أخي سمير هو أن بعض الدول قليلا اللي تستافد، والدول اللي هي ستساري المجال اللي واقع حاليا كيف قلت عن المغرب ممكن يتنفس يوما ما رغم هذه، لأنه ليس مرتبط بهذا المكان 100%. أنت تعرف حاجيات المغرب وتعرف واردات المغرب وتعرف ماذا ينتج المغرب. إذن المغرب هو بالخصوص مرتبط بالقارة الأوروبية شيئا ما وأمريكا وبعض الدول الإفريقية. إذن الفاتورة اللي يؤدي المغرب هي كيف كتكلم قبيل الأخ العالمي ما يمس التجارة الملاحة الدولية والتجارة الدولية، يعني بما فيها ليزاسفرونس، بما فيها النقل والشحن وما تستورده من الدول الآسيوية. هذا سيؤدي على فاتورة جميع الدول. لكن الغريب في الأمر أخويا سمير، أنا اللي بغيتك غير تفكر واحد الفكرة اللي بدأت كتتضح اليوم. تصور لو الصين والهند وباكستان بطريقة أو بأخرى ينضموا إلى هذا إلى إيران لاستحواذ على المضيق. وزير الخارجية الباكستاني قالها اليوم. نعم. سندخلوا للحرب في نطاق واسع، قالها بحال هكا. لا تصور إلى استوحدوا هما اللي توحدوا بالمضيق، لأن اللي دخلوا في صف إيران أعطوا الشرعية لإيران على المدى الطويل للاستحواذ على المضيق. هاتولي كارثة. أمريكا بيناتها اليوم، راه أنت سمعت هذيك ديال أمريكا بينات ما عندها غرضية، بينات بغات تهرب تخرج من الموضوع، ولكن بغات تطرح الصين والهند مع أوروبا، التطاحن بينهم اقتصاديا. راهي لا توحدوا هذوك بالممر أوروبا ستنهار اقتصاديا، سيتحكمون في كل ما هو أوروبي. وانت تعرف النظام المالي في أوروبا هو مبني على أزمات. هذا هو اللي قلت لك أخويا سمير. تصور أنت بريك إيران تحكم في المضيق 100% مساعدة الصين. عليكم السلام ورحمة الله السلام. يا خويا سمير صباح لاباس عليك. سي برافو المغرب هنا. سمير هذا بوليزاريو تجيو عند بوليزاريو يطلعوا عنده عادي بوليزاريو عادي ما يخسرش. ما يخسرش. سيدي احمد كي داير خويا لاباس مزيان بخير تحياتي لك. ما شاء الله بخير الحمد لله. الله يطول عمرك اخي الكريم. قلت لك براموس قال لهم ترامب اليوم ولا البارح قال لهم سميتو قال لهم خاص مضيق هرمز يسير او يؤمن من طرف امريكا وايران. هكا قالها. دابا تعرفوا هذه القضيه اخي برافو. شوف هناك من يستفيد من هذه الازمات هذه. علاش؟ لان الازمات كتاثر على دول ياك، وكتكون فرصه لدول اخرى ان تسرع النمو الاقتصادي ديالها. شوف غير كورونا شكون اللي خرج رابح من كورونا؟ خرجت رابحه امريكا والصين. الصين من مورا شي ديال لي تيلي ترافاي وكذا الرقاقات والمواد الالكترونيه. عرفتي شحال باعوا؟ لدرجه ان لي كونتونير ما بقاوش يامات كورونا كلهم في امريكا، لان كونتونير تيقول ما بقاش ملي كيوصل ان باطو لامريكا غير تيهبط كيرجع باش يجي ان اوتر فواياج، ما يتسناش تي الكونتونير يا خوا ويهزو. وقعت كارثه ديال الكونتونير. يعني استافدوا من هذه الازمه هذه. داس من مور كورونا واحد 4 سنين، خاصهم عاوتاني يستافدوا. اش نديروا ازمه، نطلعوا اسعار الطاقه، ونطلعوا الاسعار ديال المواد الاوليه، ونطلعوا الاسعار ديال النقل، لان ملي كتطلع هاد لا ديفيرونس ديال الثمن فين كتمشي. وما تنساش التسلح. بيان سور زيدها حتى هي. عرفت المارشي ديال التسلح من هنا دروك للسنه الجايه اش غادي يكون فيه. عرفت دول 12 دوله ولا 14 دوله في اللواء اللي حاليا مست مباشره. انت عرفت لي بيدجي اللي ولاو كيتكلموا عليه، راه كيتكلموا على 150 مليار الوحده، 200 مليار. فهذا كان سيكل
زي برافو ستانسيك. كاين بعض الدول راكم عارفينهم نتوما كتستخدم هذه الازمات هذه من اجل تسريع النمو الاقتصادي ديالها، فهمتي؟ يعني دابا هذه الحرب هذه يا اخويا برابوس، انا تنقول ما كانش المقصود بها فقط النظام الإيراني، اسقاط النظام الإيراني، كان عندها اهداف غير معلنه كثيره جيوستراتيجيه، منها اعاده رسم خريطه الشرق الاوسط، ومنها عاوتاني خنق الصين اقتصاديا، ومنها تحقيق ارباح اقتصاديه كبيره. المغرب غتاثر عليه بزاف اخي براموس، فباش نكونوا واضحين